السلام عليكم، معاكم ايمان مجدي من قناه كوكينا. نفسك تاكلي ايس كريم بالشوكولاته بس ما عندكيش شوكولاته ولا زبادي ولا لبن حتى، ولا حتى عندك مضرب كهربائي ولا كبه اساسا؟ تعالوا نشوف اسرع ايس كريم في التاريخ مع طريقه ايمان. استنوني. كوكينا أكلتك علينا. ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه دي؟ تعالوا بس قبل ما نبدا في الطريقه كالعاده يلا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام وناخد كلنا ثواب. يلا صلوا على النبي. يلا اول حاجه كده نسمي الله عشان ربنا يبارك لنا. اول حاجه هنا حطيت كوبايتين ميه عاديه من الحنفيه او يعني من الفلتر، مش ساقعين ولا حاجه، و2 معلقه كبيره سكر، 2 معلقه كبيره كاكاو محلى. انا استخدمت كورونا محلى مش خام. لو هتحطوا يا جماعه كاكاو خام ركزوا هتحطوا 4 معالق بقى سكر مش 2، بس عشان ده فيه سكر حطيت 2 بس. دي 2 معلقه كبيره لبن بودر. ممكن ما تحطوش لبن بودر، وممكن تحطوا في الاول كوبايتين لبن بدل كوبايتين الميه، او كوبايه ميه وكوبايه ايه حليب او لبن. هقلبهم بس يا دوبك يدوبوا مع بعض على البارد. بعد كده رفعتهم على النار لحد لما المكونات دابت خالص وسخنت جدا. هنا بقى جبت نص كوبايه من الميه ودوبت فيهم معلقتين كبار من النشا، وطبعا دوبتهم الاول على البارد عشان ما يكلكعش مني. بعد كده حطيتهم على الخليط وهبتدي بقى اقلب فيهم بسرعه جدا عشان ما يكلكعش مني لحد لما النشا يستوي ويبدا يعني يتقل معايا. تمام كده خلاص بقى النشا استوى معايا وتقل شويه، هيبقى كده هتلاقوه زي المهلبيه بس الخفيفه مش التقيله. هنا بقى ايه هحط فانيليا، بس الاول طفيت النار علشان الافضل لما تحطوا الفانيليا مع اي مهلبيه تعملوها او كاستر حتى تدفوا النار عشان ما تمررش معانا الافضل، وعشان ريحتها وطعمها بيبقى اقوى. ما تحطهاش في اول الخليط. تمام كده خلاص بقى هسيبها تبرد شويه على الرخامه، وبعد كده احطها في التلاجة كمان تبرد وارجع لكم تاني. شفتوا رجعت تاني بسرعه ازاي؟ بصوا هي حتى بعد ما بردت بقت شبه المهلبيه الخفيفه. دلوقتي هحطها في الكبه او الخلاط زي ما قلت لكم، ينفع في الخلاط، انا قبل كده عملتها في الخلاط وفي الكبه عادي. تمام هنا بقى ايه هضيف عليها بقى اللي هتخليها طعمها حلو جدا والقوام متماسك، ولا بقى مضرب كهربائي ولا حاجه، نص كوبايه كريم جانتيه من غير اي سكر خام. تمام او بمقام 4 معالق كبار من الكريم جانتيه عشان اللي بيجيب بالكيلو او بالنص كيلو يبقى عارف. خلاص كده هضربه طبعا ايه يعني كتير كده، ضربتين 3 4، واريحه شويه لحد لما كله الخليط يتجانس كله مع بعض ويبقى بالجمال والحلاوه دي. بصوا القوام وبصوا النعومه، ايه الجمال ده، تحفه جدا. ولو عايزين تضيفوا سكر بقى دوقوا لو عايزين حسب الرغبه طبعا. هنا بقى جبت ايه اسمها ايه علبه تلاجة وحطيتها فيها. خلاص طبعا كمان هنقفل الغطا وهنحطه في الفريزر لحد لما يجمد تماما من بالليل للصبح او 5-6 ساعات حسب الفريزر بتاعك. كده خلاص اهو جمد. بصوا هكبهولكوا اهو هدلقه خالص اهو. بصوا ما بينزلش. هنا بقى المفروض اسيبه 10 دقايق ربع ساعه يفك، بس انا عشان مستعجله ما سبتهوش فاستعنت بجوزي عشان يطلعهولي، عشان بس كان صعب شويه. الافضل تسيبوه شويه هيبقى كمان طعمه احلى. اهو حطيناه هنا بقى عندي كده القوالب دي جايباها مخصوص عشان الايس كريم، وحطيت بقى صوص شوكولاته وممكن صوص كراميل صوص فراوله، ولو كلتوه كده تحفه جدا والله العظيم. وحطيت بقى ايه كمان شوكولاته فرماسيل بيدي كده طعم حلو قوي مع الاكل يعني. وممكن طبعا سوداني مجروش بيبقى فظيع. بصوا بقى الجمال من جوه، بصوا كريمي جدا وطعمه فظيع. والشوكولاته الفرماسيل دي بتعمل كده جرشه في البق معاه، ولو كان سوداني كمان تحفه هيبقى تحفه. هستناكم بقى تجربوها. وتعالوا بقى دلوقتي نشوف الختام. ايه انتوا لسه ما جربتوهاش؟ بتمنى بقى تكون الطريقه عجبتكم، مش هستنى رايكم بقى في التعليقات غير لما تجربوها. ما تنسوناش بقى في اللايكات والاشتراكات والتعليقات الحلوه منكم. وعايزه اقول لايكات كتير جدا جدا عشان ده بيرفع لي الفيديو. كانت معاكم ايمان مجدي من قناه كوكينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.